جمعت اكياس الكراميل اللي موجودة في عبوات الكريم كراميل، وعملت احلى كيكة موز بالكراميل بس تجنن. لو كنتي اول مرة تشوفيني، انا هبة ابراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وطعمها خطير. هاتي بقى الاكياس اللي هي الكراميل دي، وعندك صينية دهنيها مادة دهنية، والموز بتاعنا كده قطعيه اي كمية انت عايزاها. انا هنا استخدمت 4 موزات، قطعتهم دواير ونزلت عليهم كده بالكراميل بتاعنا. وتقدري تعملي صوص الكراميل عادي في البيت، لو عايزة طريقته اكتبي لي في الكومنتات. هاتي الخلاط بتاعك بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، معلقة كبيرة من الفانيليا، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت وعليهم معلقة من السمنة، نص كوباية من الحليب، كوباية ونص من الدقيق المخصص للحلويات، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة من الملح. وانزلي بقى بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط على الدقيق، وقلبي كل المكونات كويس جدا. وانزلي بالخليط بتاعنا على الموز والكراميل. واهم حاجة الطاسة تكون غير لاصقة، دخليه الفرن على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني، بتاخد من 35 دقيقة ل 40 دقيقة وتطلع بالجمال والحلاوة دي. مش عايزة اقولك هشة وطرية وسكرها مظبوط وتجنن. ولو عجبك الوصفة، لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.